نفوق وانا مش في المود، عروسة زغرت على وشك، تاخد ما عنديش وقت اجسك، اركب وادلي الرجل منك، مسدد لي ظهرك انت واسمك، انت وصاحبك جنب منك، عالبيت ونايمين اكنك بتحب كده وباين دصلك، غيركوا تصلوا ده من شكلك. ازيكم يا اخواتي؟ واللي هيحصل كالاتي، هنخش على المنشنات بتاعتكم. يا جدعان، برغم كل الاجانب دول الواحد عنده حاجه غريبه. حد فاهمني؟ مفيش حاجه بتحصل خالص. ما طبيعي يعني. انت طلعت، انت بتبص فين يا انت؟ طلع تقول لنا ايه عايز؟ بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا حبيبي. باين ان انت خلقك قد كده، وغالبا بداتوها غلط معايا. هاي، انا دلوقتي في دبي، بس ما قدرتش اكل ماكدونالدز من غير ما اقول لكم حاجات طعمها احلى هنا ولا طعمها احلى في مصر. انا بحب المحتوى اللي بيطلع فجأة ده. انت قاعد بتاكل في دبي، عرفنا انك في دبي، ما اقول لهم بقى هل الاكل في دبي هو نفس اللي في مصر؟ ما هو نفس الفرنشايز، ما هو نفس الماتيريال. مبدئيا هبدا بالفرايز. طعم البطاطس في دبي برضو بحس ان هي طعمها مختلف عن مصر. طعم البطاطس عموما يعني انا مهتم يا اختي. طعمها زفر. طعمها زفر، ايوه. انا برضو والله طعمها زفر قوي. فمصر ده البيبسي ميديوم وده الفرايز ميديوم. وميديوم هنا اكبر. ميديوم هنا اكبر. ما عشان ما شاء الله الناس في دبي عمالقة يعني، فاحنا هنا في مصر بيخافوا برضه على صحتنا، مش عايزيننا نتخن او كده. البيبسي في دبي مختلف عن مصر ازاي يعني؟ مش فاهم. زفر. هي اصلا طعم الكوكا هنا طعمها وحش، يعني مش طعمها وحش، طعمها مختلف عننا، فبرضه مصر. هو مغلف كده، هو بيعمل اصلا. بصوا مبدئيا، بصوا الكيس مش عارفه تشوفيه ولا لا، بس الكيس كله زيت. يمكن عشان بتاكلي مثلا فراخ محمرة. تخيلوا واحد راح ياكل كنتاكي، الفراخ فيها زيت. ما انت ما انا عارف. يا يلا تعالوا ندوق. ده برجر، اوكي، ما برضه فيه زيت. زفر. ياخد. والله البنت دي عسل. انا اسف على اي حاجه قلتها. جحرة. قلت انت شتمتي الساندوتش؟ جحرة دي احلى. بصوا يا جدعان، انا باصص احلى. بصوا تحسوا فلافي كده اكتر بكتير. وانتي والله فلافي. خدي وتيجو. البيف هنا تحسوه اتخن. اتخن والله. بصوا ايوه. هناك الناس عمالقه، والحيوانات اكيد مش يعني ما اكيد عمالقه برضو، فتلاقي اللحمه واخده شده حيله. انتي قمر. ده بقى اللي هو المشروم بيف اللي طالع جديد في مصر. بصوا مبدئيا علبه. دام. بصوا عامل ازاي، بيلمع ثانيه. زفر يا بسمله. وتحسوه اكبر اصلا عشان في مصر كيلته كان صغير قوي. مبدئيا عمالقه والله. ما علينا، تعالوا ندوق. يا جدعان انا عايز اكل معاها في يوم. انا عايز بس كده انزل معاها ناكل، يعني اقعد ابص لها كده وانا باكل. بس ايه ده يا سنجاب بياكل؟ النهارده مثلا دخلت الجيش كله. عمنا اندرو زيت. الجيش كله بيشرب سجاير، كله. انا كنت بشرب زمان. ات واز فيري ايزي لما انت قاعد، العيال بتشرب في العنبر، بتشرب في الحمام، بتشرب في الطابور. كل اساس السجاير هناك بتتشرب مقلوبه. كل مثلا السجاير كده واقف في الطابور، فاهم؟ بنكمرها يا اسطى عشان ما يشوفناش القائد فيفشخنا. ما لازم تكمرها. كله شغال كده. سهل جدا عليا، كنت ارجع اشرب لي سجاره حتى. كنت جوه عمال اقول وعادي، ما كانتش هتبقى ازمه السجاره. يعني بعيدا عن الاغنيه المزعجه اللي انت بتحطها دايما في كل الباك جراوند، يعني انا فاهم انت بتتكلم دايما ان انت بتمر بحاجه عاديه. لو شفت كله بيعمل حاجه، ما انا لو عندي مبدأ خلاص مش هعملها. لو انا خايف على نفسي مش هعملها. ليه دونا بينا انا روحت من الجيم، دخلت البيت لقيت امي عامله لي بطاطس مقليه، كسرت البيت واشتغلت 24 ساعه عشان اجيب بطاطس واسلقها واكلها بوريه، عشان كان سهل ان انا اكل بطاطس مقليه، بس انا كنت عايز اكلها مسلوقه. مش عارف، حاسس الكواليتي بتاعت الفيديو وشكله حاسس ان في حاجه غلط.
حضرتك كبرت قوي. انا بحس انا خبرة 5 سنين. حضرتك كبرت خالص. حضرتك كبرت قوي. يا اسطى انت عايز حد يمرنك، انت عايز حد يدربك جامد، عايز حد كده يقعد يدرب فيك لحد ما عضلاتك تكبر جدا. انا بعد ما اكل الجبنه الرومي اللي محطوطه للفار. طب 5 جا عشان نتكلم على اي حاجه حلواني والذوق والجاشة. طب 5 جا 5 جد بقى ونقفل الهبل ده. ما شربتش من نيلها. طب جربت تغني جربت في عز والله ليا واحد صاحبي مطرطر هنا، يعني انت الله يعينك. لابسه واسع عشان كرشك وما عندكيش وسط. اوكي. مش مهم رأي حد فيكي، المهم تحافظي على نفسك. بابلو جمل يابا الحاج، مش باين برضه. ايه تقلع لك السويت شيرت ولا انت عايز ايه يا جدعان؟ من فين البلوفر؟ خط وسط مش موجود في ريال مدريد حتى. بتقولك لو جبتي فازلين وحطيتي عليه بلاشر او حاجات البنات ديت وحطيتيه على القروش ده. حاجات البنات ديت حاجات البنات ديت مختلفة. نجرب ويلا بينا. وانا سرقت البلاشر من عند ماما عشان انا ما عنديش ميك اب. ما عنديش ميك اب بلاشر عشان حاجات البنات ديت. وسرقت برضو من عندها الفازلين. مش عارفه ايه كل دي. هو فعلا ايه كل دي؟ فازلين ايه؟ ايه ده كل ده فازلين ليه؟ سرقت برضو من عندها الفازلين. مش عارفه ايه كل دي. واول حاجه هعملها هاخد شويه فازلين. جبت معلقه عشان اطلع. بس كفايه كده. اوعى. مش عارفه اخد انه لون. تقريبا اللون ده هيبقى حلو. متخيلين ماما وهي بتشوف اللي بعمله في البلاشر بتاعها ده؟ يلا مش مهم. مش مهم. ده ماما لو شافتك هتفشرك من البلاشر. يا ماما بتحط حاجه بنات وانت ما بتحطيش حاجه بنات ليه؟ ده سؤالي. غيرينا ماما. اهو هحاول اخلطهم بقى. الهنا والشفا يا حبيبي. كلي اهو شايفين اللون؟ ايه يلا. هاخد بقى واحده من دي احاول احط بيها الروج. اي حاجه حطيها في ودنك. مستعدين؟ لا ده شكله وحش. حطي فاسلين بس. مش عارفه هو الى حد ما حلو. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه. ما شاء الله زي القمر وسكر وعسل وبصي انا يعني بحاول على قد ما اقدر اتمالك اعصابي، فانا تعبان، انا زهقت. انتوا عايزين ايه؟ يا نهار اسود الكومنت ناس هتشوف واحد متوثق واخد علامة الفيريفيكيشن علامة زرقاء وكاتب حاجات زي دي. طب هبقى اهبل. ده شكل الطاقم. حلو الطاقم. لايق عليه النظافة. لايق عليك. والبرستيج. ده من نجع ايه ده ولا ده كفر ايه؟ ساكتة 100 تكلمي هرمجه في سلة الزبالة. اخراس ما فيش بتعمل اللي بيتحط هنا. حط اسمه ايه مر؟ انت بتحطي الروج. انت بتحطي الروج لا 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 لا. يا رب ما يعني استرها يا رب نجدنا. احمر خدود. احمر لجوم. تعرفيش اسمه تيمتي حياتي؟ شفته ما بكتب اهو. ما بيكتبش اهو. بص ما بيكتب. حتى لو هي بتهزر وهي مش كده وحش. ده شكل الطاقم. الطاقم والبرستيك حلو. البرستيك اللي انا عاملاه ده هو بقول ادلوه لو حطيت احمر خدوه هيبقى حلو ولا احط تقت اللي بتحط هنا ماشي معاك كوح. يا الكوح اللي بتحط هنا بيلاشر. هو ده هات فاسلين. لما تعطيها حسابك وتفيق وتصحى الصبح تلاقيها شايله كل البنات اللي عندك.
فكرتني بحد كده كان يقعد يقول ايه البنات ما بتعرفش تسوق، البنات ما بتعرفش تسوق، لحد ما شفت البنت راكباه وبتخمس بيه. الو احمد ازيك عامل ايه؟ الو احمد كلت ولا ايه؟ الو احمد انا بخير يا جماعه، انا بخير والله، كلت الحمد لله وزي الفل. توصلوا بالسلامه، طمنوني عليكم لما توصلوا. تعالوا نعرف هي دي مريحه للاعصاب ولا لا. من ابرز النصايح لما تستخدم المنتج ده ما تدخلوش بنفسك، خلي صاحبك يدخل. تخيل واحد اعمى شاف الفيديو ده برضه. مساء الخير. ايه هتوريني فيديو؟ توريني ايه بقى؟ سمعه. اصل تعالوا نعرف هي دي مريحه للاعصاب ولا لا. من ابرز النصايح لما تستخدم المنتج ده ما تدخلوش بنفسك، خلي صاحبك يدخله في راسك، لانك ساعتها هتحس بشعور لا ينتهي من المتعه. ولو دي اول مره ليك، خلي صاحبك ما يبقاش غشيم ويدخله مره واحده، لانك ستوب يا ابني. انت جبنا اشوف. انا بقيت اشوف ايه في اللي انت مشغله ده. ساعتها ممكن راسك تتفتح ويحصل لك نزيف. وننتقل للتجربه العمليه. يا جماعة معلش كنت عايزة أعرف الرجالة ليه؟ هو كل الموضوع ان حاجات كتير، زي مثلا عندك حق، يعني انت عندك حق في اللي انت قلتيه ده، بس المشكلة في انا في واحد عمل لي منشن على فيديو، في واحد شبهي بالحرف انا مرة زمان الكهرباء قطعت، جريت شديت فيشة التلاجة. الله اكبر، ما خفتش تتكهربوا؟ لا خالص. ده انا ده شبهي خالص. ايه ده؟ مرة زمان الكهرباء قطعت، جريت شديت فيشة التلاجة. الله اكبر، ما خفتش تتكهربوا؟ لا خالص، كنت ماسكة في كفي التاني حتة خشبة. ده انا هفقعك. عندما ينسى بيرجو انه يمثل. ناس في الكومنتات بيرجو مواصفات البنت الحلوة. ايه يا ترى ايه؟ انا مش هسيبك لو اموت، ده انت والعناء وافق. ما بتعرف تطبخ. يعني وقالت من بعض خد معاك خالصة، لكن تحب الاكل. ما بتعرف تطبخ، بتاكل كتير. يا من جاي ست البنات، بحبك تحب النوم كثيرا. وقلبي دايب. عملت لي متابعة بالتماني دايما. انا 100% كلن فيني، بس بعرف اطبخ. ممكن تيجي هتحن يا جن. جاي فكرة بنت الفلاح وبتزعله في الاخر. نادر انت ابوك عنده فلادات واراضي كتير، انا ام فلاح، هنطلع فلاح ازاي؟ اعمل لك جبنة قريش. ما انا غرض شريف، غرض شريف بلا نور الشريف، اسحب يا عم. اضحك يا استاذ نادر، مش كده امال. اجيب لك حلبة. من كنتك عايز نفسي فرخه يا باشا. بتقولي حاجه يا برنس؟ ايوه بقول مفيش فرخه ليه؟ مفيش يا لذيذ. لا في. واه ده طلع غيور. ده انتوا وارثينها بقى. ده ايه الموضوع ده؟ يا عمي يا بنت انت كنت فين يا بنت؟ انا كنت باكل استاذ نادر جبنه قريش. بصراحه كده انا كنت عند استاذ نادر. استاذ نادر اسمعيني يا بنت انت وتكتري لي ودانك دي كويس خالص. استاذ نادر ده عنده نص اراضي البلد كلها، حسك عينك المحك واقفه معاه تاني. وانا مالي يعني؟ انا قلت لك اللي عندي. نادر خد تعالى انت. ايه ايه منظرك ده؟ بقيت شبه الفلاحين اللي شغالين عندنا ليه؟ مالهم الفلاحين؟ شكلك شكل فلاح، ريحتك برسيم يا اخي، بشمك من بعيد كده بلاقي عم فرج البواب. بقول لك احنا مش هنقعد في البلد دي، انت هتسافر معايا، يلا بينا. يلا نضفك تعالى. ده ايه في ريحه الفلاحه في دمك؟ ده مسافر. ما عشان ما كرفته عليه للاسف. راح فين؟ يا ابني ابوك مات وكاتب في الوصيه ان انت ما ينفعش تنزل البلد. انا لازم انزل بلد. ممنوع نزول ابن البلد في وصيتي. ليه طيب؟ لانه يكرف
على فلاح نقطة. مات عنصري. انا قبل ما اموت يا ابني عايز اوصيك على حاجة. قول لي يا بابا ايه هي؟ اوعى يا ابني تنزل بلاد الفلاحين، ما احبكش اشوفك فلاح. ده بجد يا بابا؟ اوعى يا ابني تبقى فلاح في يوم من الايام. عبيط يا بابا. انت كويس؟ يا عبد انا متاكد ان ندى لسه بتحبني. يا ابني بتحب ايه؟ ندى دلوقتي بتزرع الارض. ندى دلوقتي بتزرع الارض وعندها 35 عيل. وجابت عيال قدك، عشان كده انا هنزل البلد يا عبد. عشان كده يعني هي جابت عيال فانت عشان كده تنزل البلد. سلام. ما شفتش صاري في واحدة تحسها فلاحة كده عدت من هنا. بقول لك ايه لو صح، كان في طفلة كده وكبرت. ده ايه ده؟ ايه يا ماما مش تحاسبي؟ انتي مين؟ ده انا عرفتك من ريحتك يا فلاحة. مش انت اللي تحاسب، انت حمار ولا ايه؟ مين اللي حمار يا بنت؟ انتوا تعرفنيش ولا ايه؟ هتكون مين يعني؟ انا فارس بيه ابن بيومي باشا صاحب الاراضي دي كلها. انت فارس؟ انا فارس. وده مش ابني. فاكرني؟ مش واخد بالي. انا ندى اللي كنت هتعزمني على كنتاكي. انت ندى؟ ده انا بدور عليك من زمان. ومين العسل ده؟ اخوكي؟ ده ياسين ابني. ابنك؟ بس خلاص الفيلم خلص. حلو قوي. انا مش عارف ارد اقول لك ايه. وانا ليه شامم ريحة شزوانة في الموضوع؟ اقول لك لابس حلق تقول لي اعمل بيرسينج؟ هو انت فاهم يعني ايه بيرسينج؟ انا ليه يالا حاسك يالا ايه؟ حاسك راجل كبير ومش عايز اغلط فيك، بس ليه حاسك ياض تعالى يمكن بيننا بعض الظن اسم. اوكي. لا ده انت ده نطلع عشان ايه؟ احنا نرجع الفلاحين تاني. انا راجع الغيط. معايا الناس اللي زي دي كتروا ليه الفترة الأخيرة؟ ليه كل ما افتح السوشيال الاقي واد بيتاخد في وشي والمفروض ان انا ابقى متحضر عشان اقتنع ان ده حاجة عادية، يا اما ابقى فلاح. انا فلاح. فلاح. انا عايش في 2010 في 2009 في 2000 ده، والتطور ان انا اتقبل القرف ده. الحاجة لو ما كانتش طبيعية زي ما ربنا خلقها كده ما تتقبلهاش. تحس ان البنت بقت راجل والواد بقى والراجل بقى بنت، وفي حاجات غريبة. جسد واحد حبيب كان بيحب يا جماعة الأغنية دي حزينة فشخ، بتفكرني بأيام. بنات كتير. مرة راح درس جديد اسمها بنت زي ياسمين، أول حرف من اسمها هو يا ابني حرف الميم. أول مرة جنبيها وهي لسه في ايديا، طلب رقم ما قالتش لأ، واديته الرقم واتصل بيها لما روح واتكلموا كلام كتير. ما كانش عارف يقولها إنه هو بيحبها. يعمل ايه بس ده اللي أنا بتكلم فيه، العيال اللي بتتاخد اللي كتروا قوي دول. الله يقرفك، الله يلعنكم بجاز وسخ. يعني انت اتبليت ان انت صحيت من النوم لقيت نفسك الدارة. اسمي فوق لنفسك دي حبيبتك بتعكسني، ان شاء الله هتروح هتلاقيها ده اسمي. اللي انا بعمله ده فاهم؟ ايه ده بقى؟ ده احنا كبرنا على الكلام ده يا ابني مفيش مقارنة علشان تنافسني. كبرنا بقول لك. حتى لو اسالك ولك ده عاجبني. يا جماعه ايه اللي انا بعمله ده؟ على الخدود وعلى العيون وعلى الشفايف اختيابات نكسر. اوكي كفايه من شنككم لحد كده، حفاظا على ضغطنا وحفاظا على سلامتنا. شكرا على التفاعل بتاعكم اللي بيحصل على الفيديوهات اللي فاتت، يعني ده بيخلينا انزل لكم فيديوهات كتير ورا بعض. اشوفكم الفيديو الجاي ومن شنككم بقت حلوه، انا عاجبني المنشنات دي بصراحه. اشوفكم على خير. يلا.